البكاء من أجل المشاهدات. السلام إخواني، كيفكم؟ كيف عجبكم الانترو الجديد؟ في شخص رهيب عمل لي اياته، راح تلاقوا رابط صفحته على الانستغرام في الوصف، روحوا شوفوها إذا بتحبوا. ولازم هذا الفيديو نوصله ل10 دقايق عشان اليوتيوب يعني بحب الفيديوهات طويلة، بحب فيديوهات ل10 دقايق. الفيديوهات الصغيرة اللي أنا كنت أعملها 3 و2 و4 بحبهاش اليوتيوب، بنشرهاش. عشان هيك لازم هذا الفيديو يوصل 10 دقايق، وحاولوا تحضروا للآخر. يعني بعرف هو راح يكون مش كتير حلو، بس حاولوا ساعدوني. يا جماعة، عنا بنت بالوطن العربي مفظع بهاي الشغلة، نارين بيوتي فظعت ببكاء من أجل المشاهدات. يعني في كتير فيديوهات نزلتها نارين حاطة زي كأنها بتبكي، أو حاطة بالعنوان بكيت، بس هي أصلا ما بكيتش بتقول. شوفوا مثل معي، جربت الفحص لحالي بالبيت. هذا فيديو لنارين. المهم بتفوت على الفيديو انت، أول شي بتشوف شير قدامك، بعدين بتشوف انه هي مش عم تفحص فحص كورونا اصلا، اللي انت بتكوني مفكر انه هي رح تفحص فحص كورونا. كل اللي بيطلع فحص درجة الحرارة. هاي هو كله. بعدين بتروح على فيديو تاني، مثلا انا بالحجر المنزلي وبدون عيلتي، هي حاطة على وجهها زي كأنه كانت تبكي، عينيها حمرة. المهم بتفوت على الفيديو، اول اشي كمان دور بيطلع لك شير قدامك. انا مش عارف يعني مين شير هو اصلا، شو بقرب لك شير وشي، يعني مش فاهم انا. المهم بتكمل الفيديو، لا بتبكي ولا إلها دخل بالبيكا اصلا، بتضحك. المهم هات نكمل. عندنا فيديو كمان لنارين، أصالة بكيت بسببي. صوت على الفيديو، عن جد أصالة بكيت هو، بس يعني بتوقعش إشي حلو تستحمل البكاء. بعرفش، هاي ما خصنيش عن جد، أنا ما ليش الحق انتقده هنا. بعدين عندك فيديو بيجي بقول لك قضيت 24 ساعة بالمسبح. هذا الفيديو نزل قبل 4 ساعات يا 3 ساعات إشي هيك. المهم بهذا الفيديو كاتبة اندمت وبكيت، كاتبة وبكيت، يعني مفروض تكون بكيت. مفروض افوت على الفيديو انا اشوف نارين عم تبكي بنصه باخره باوله المهم تكون تبكي، بعرفش. فتت انا حضرت الفيديو، بصراحة عن جد لازم اقول انه نارين محتواها حلو، اما انا اللي بيعجبنيش فيها الاشياء اللي بتحط من برا. يعني مثلا بتحط انا بكيت، انا صرت. فوت على الفيديو بتلاقيش الاشي اللي هي حطته او الاشي اللي في الصورة. فانا فوت على الفيديو ما لقيتهاش عم تبكي، كل الفيديو حضرته ما لقيتش نارين عم تبكي. فبصراحة هاي الاشي كتير مش حلو. هذا الشخص والله انا بحبه، عملت فيديو عنه وراح نشر لي اياه عنده على الانستغرام. بصراحة كتير ساعدني اول ما بلشت ونصحني كتير نصايح. المهم انا بحبه هذا الشخص، بس ما قدرتش ما احكيش، ما قدرتش. عامل فيديو، اسم الفيديو البكاء من اجل المشاهدات، يعني بحكي عن الموضوع اللي انا اسا عم بحكي عنه. المهم اخر فيديو نزلوه عبود، سبب انفصال خالد وكارولين، دراما سديم ما بتخلص. المهم تطلع على الفيديو، فيش فيه ايش الفيديو، بس تطلع على كارولين تلاقيها حاطت عليها زي كأنها عم تبكي. بس المشكلة انا حضرت كل الفيديو شو اسمها هي كارولين ما بكيتت. فيش فيديو لكارولين كانت تبكي يعني. ليه يا عبود، يا عبود ليه يا اخي، جاوبني. مع هالمرة عنا الأسطورة المفكر مو فلوجز. اللي ما بيعرف مو فلوجز هو شخص صديق نارين، بضل يطلع معها وهي تطلع معه، يعني أصدقاء بضل يطلعوا مع بعض. المهم مو فلوجز عامل قناة بالعربي عشان يصير يجيب ناس من العربي ويتعلم عربي كمان، انه يعمل محتوى عربي ويتعلم عربي، يصير يتعلم عربي من خلال القناة. فالمهم مو فلوجز عمل اول فيديو، ثاني فيديو، ثالث فيديو، اجا قال لك لازم افكر انا عشان كيف بدي اجيب مشاهدات. فكر هيك مو فلوجز، قال لك نارين لما بتبكي بتجيب كتير مشاهدات اكتر من العادي، فانا شو بسوي؟ بجيب نارين على قناتي وبخليها تبكي. شاف نارين جاي هيك مرأة نارين، قال لها نارين تعال لهون. قالت له ايش؟ قال لها تعالي ابكي بقناتي، تعالي على قناتي وابكي، وانا بجيب مشاهدات. شو بس بقناتك بدك تجيبي يعني؟ لا ينفعش هيك، تزبطش معي يعني. المهم اجا جاب نارين ونزل هالفيديو اخونا مو فلوجز. شوف هالفيديو، خليت نارين تبكي بشكل فظيع، يعني بشكل فظيع كمان، مش بس خلاها تبكي بشكل فظيع، شاب متألق خلاها تبكي. انتوا فاهمين مو فلوجز؟ ما هو مش فاهمين انتوا، خلاها تبكي بشكل فظيع يعني اشكره. تعالوا بدي فيوز، انا بدي فيوز. 10 دقائق كمان الفيديو، هاي الحلو.
الفيديو 10 دقايق بالضبط، يعني مش اشكره بده فيوز ومصاري يعني. المهم بعدين عمل فيها مقلب يا اخي، حب يعمل فيها مقلب يا اخي. مش هون المشكله، تيجي على المقلب، هو مقلب التدخين بنارين. المهم كاتب مقلب التدخين بنارين وانصدمه. مش هون المشكله، بتيجي تطلع على الصوره انت حاطط بعيون نارين ساعه كنا عم تبكي. كيف هو على الشغله؟ قال لك بس احط نارين بتبكي بيجي مشاهدات، مصاري يا زلمه مصاري. حط بوجه نارين عم تبكي وحاطط دخان، كيف هو على الشغله هاي؟ المهم خلص بكفي عمو، انا زهقت منه. هسه عنا يا جماعه اسطوره اكتر يعني، مبدع اكتر، متألق فوق اكتر بكتير. احمد حسن، اليوتيوبر المبدع احمد حسن. يعني ايش في مقالب شنع تلاقي احمد حسن عاملها، ايش في مقالب تنعملش احمد حسن عاملها، ايش في اشياء بتقول انه مستحيل تعملها احمد حسن عاملها، مقالب شو ما تحكي احمد حسن اكيد عامل اشياء مش طبيعية، يعني تقدرش تفكر فيها انت. يعني ايش عندك اشي هيك مش طبيعي، فكرة مش طبيعية تقدرش تسويها، مستحيل تسويها. احمد حسن بعت له اياها بكيف عليه، احمد حسن بسويها تخافش عليك، طي يومين 3 تلاقي الفيديو نازل. المهم احمد حسن عكس العالم بحسه هيك يعني. الفيديو اللي عمله اللي كله بكى، كان كله بكى بالعربي، اللي هو الفيديو اللي كل اليوتيوبرز حكوا عنه، اللي بنتقدوا يعني كل اللي بنتقدوا اليوتيوبرز حكوا عنه، اللي هو زينب مريضة بسبب وفاة والدها. الحلو بالفيديو انه هو عكس العالم، يعني اغلب الناس بتكون حاطة صورة من برا حدا ببكي، وبس تفوت على الفيديو انت تلاقيش حدا ببكي، صح؟ يعني مثل ما كانت تعمل نارين، هاي الاشي الطبيعي. اما احمد حسن بالعكس، احمد حسن من برا تلاقي زينب مش عم تبكي، بتفوت على الفيديو كل الفيديو زينب تبكي. يا زلمة ولو كل الفيديو من الأكاش مقطع وهي تبكي بتجيب فيوز أكتر. هاي 4.9 مليون يا زلمة، شو هاي يا زلمة؟ بتجيب 7-8 مليون أحلى يا زلمة. لقيت الكاش مقطع أحلى. بمزح هيك فيديو أصلا ما طلعوا على اليوتيوب يا زلمة. أنا بمزح، مش بكرة تروح تاخد حكي وبتعملك فيديو يا زلمة. سيبك من هالموضوع ده. أنا بكون بمزح خلص. إذا شفت الفيديو أنا متأسف عن جد يا جماعة. أنا كل يوتيوبر اللي حكيت عنهم بالفيديو أنا بحبهم. أنا مش قصدي اليوتيوبر، أنا قصدي على المحتوى نفسه، قصدي على الصورة المصغرة، قصدي عن العنوان، قصدي عن الاشي اللي بيكتبوه فيه. لأنه لما أنت بتكتب اشي اللي بفوت على الفيديو أنا بلاقيهوش. مثلا أنت كتبت إنه أنا بكيت بالفيديو أو بكيت عشان اشي وأنا أفوت ما لقيتكاش بكيت، فأنت عم تكذب علي، أنت عم تقول اشي غلط اللي هو ما صارش بقلب الفيديو. فأنا راح تبلش تروح الثقة، مش راح أضلني أثق فيك زي كيف كنت أثق فيك، فراح تبلش تقل الثقة وراح أصير أشوفك شخص عم تكذب علي، ويعني في أمل يلغوا الاشتراك من عندك. فعشان هيك هذا رأيي، وبحترم آرائكم إذا رأيكم إشي تاني. وبس هذا كان القصد من الفيديو، هذا كان المغزى من الفيديو، مش قصدي عن اليوتيوبر نفسه. أنا بحب جميع اليوتيوبر اللي حكيت عنهن. بدي أقول شكرا لكل شخص عم بدعمني بكومنت على فيديو معين إلي، دعمني كومنت حلو وراح يدعمني، لانه انا بصراحة كتير عم بشوف كومنتاتكم وكتير عم تخلوني استمر. مرات بفكر انه لأي انا عم بسوي فيديوهات اذا عم بجيب 100 مشاهدة وما حدا عم بشوف، انه بالقوة عم بتشوفوهن كتير الناس قليلة، مع انه عم تدعموني وعم تعطوني كومنتات حلوة اللي انا بتخليني استمر لما بقراها. يعني مرات بكون اوقف بقول مش عم بتعب على الفاضي، بعدين بشوف الكومنتات بقول مش قادر، لازم اكمل. بعرفش لوين بوصل بس لازم اكمل. شكرا لإلكو، ورابط حساب بالانستغرام تحت، ابعتولي اي اشي مش عاجبكم اغيره اضبطه، لانه يعني القناة إلكو مش إلي. شكرا لإلكو كتير، وبس هذا كان فيديونا.